فيش أول مرة صمت فيها شهر رمضان. بتذكر يمكن كان عمري 6 سنوات أو 5. قبل 35 سنة كنت بصف رابع. بديت أصوم صف الخامس وأنا 5 سنين. صف أول. كان يمكن 12 10 سنين كمان في الصف خامس. قبل يمكن 4 سنين. الحين عمري 16 سنة. أنا صمت وأنا صغري يعني إيش مش متذكر يعني يمكن من 8 سنين. عشان أكون صادق يعني من 92. باقي السنين؟ لا قبل لا. والله ما ذاكر أقول لك إيه. كانت تقريبا من صف رابع. ونحن صغار يعني أنا صومت أولادي من الروضة. كان عمري 6 سنين. وأنا 7 سنين. بعد سنة 15 تقريبا. قبل 3 سنين وجاي ما صمتش ولا سنة. والحين حضرتك صايم ولا مفطر؟ مفطر مسلم. في ولد هالقد بصوم وفي شاب مفطر، بيعلموهم الصلاة والصوم وهم صغيرين، يتعلموا شو الصوم والصلاة، بيكبروا بصيروا سفلوا وبقتلوا الناس. صحيح احنا عندنا في يعني شغله في البيت، احنا الحمد لله حتى انا عندي ابن عمره الحين 8 سنين صايم الحمد لله. كانت ايام زمان ما كانوش متمسكين بالدين زي اليوم، كان في شويه جهل بعلوم الدين. كانوا ما يمنعوش النفطر يعني كانوا عادي. والله مرات أخبى عليهم ومرات يعرفوا. ومن ما صغر بقيت أبوي كان يصيم للعصر للظهر. لأنه إحنا كنا جاهلين وإحنا صغار، هذا السؤال يتوجه للأهل لأنه الأهل بيكونوا هم عارفين أكثر منا. ما كانش يصومونا إحنا مالنا، إحنا كنا صغار يقولوا لنا ما تصوموش. كنت أفطر وأنا في الابتدائي. وأنا 5 سنين بقى أبوي مسمح لي يومين في الشهر. بقينا نغش صيامنا وإحنا صغار. يمكن فطرت كنا صغار، لأني أنا بذكر إنه كان رمضان يجي في الصيف برضو زي هيك. لا والله ما صمت، أقول لك صمت بيطلع كذاب، بس فيش بعد الصباح. لا مناش غشيت إلا مرة واحدة قبل 7 سنين. يوم واحد كنت أتخبى أشرب مية على سكيتي من غير ما يسألوني صايم اليوم والله صايم. في ثالث ابتدائي مثلا ولا في ثاني ابتدائي أو حتى في أول ابتدائي كنا نصوم. كنت أصوم فطاطي قبل رابع. الصيام مزبوط في رابع يعني بقينا وإحنا صغار بس الصيام المزبوط رابع. عودونا يعني صوم نص نهار، صمت العصفورة، بعديها صوم للعصر، وتدريج انت عارف الصغير بتحملش زي الكبير.